السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بصحة وعافية. رمضان كريم ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. اليوم جبت لكم وصفة تاع مملحة بزاف شابة، مملحات الوردة تهبل بنينة بريزونطابل. واش نحكي لكم؟ تبعوا معايا الوصفة ونقولوا بسم الله. عندنا كاس ماء دافي، معاه مغرفة تاع سكر ومغرفة تاع خميرة تاع الخبز، خلطوهم كيما هكذا، ونزيدوا معاها زوج مغارف تاع لحظه. اللي ما عندهاش لحظه تقدر تعوض الكاس تاع الماء بكاس تاع حليب، يبقى اختياري. بصح اللحظه ثاني كي راح تولي هشيشه وخفيفه بها. نزيدوا معاها 4 كاس تاع زيت هكذا، ثانيك نخلطوهم حتى يمتزجوا مليح مليح المكونات. ونزيدوا معاها بياض تاع حبه بيض، الصفار نخلوه باش نديروه من الفوق هكذا. نزيدوا معاه بياض بيض بهذه الطريقه، ومن بعد ثاني كنخلطوه حتى يمتزجوا مليح مليح مع بعضهم البعض. نزيدوا معاها الفارينه، نبداو نزيدوا الفارينه، نزيدوا معاها مغرفه تاع قهوه، خميره كيميائيه، والملح يبقى حسب الرغبه. والفارينه هنا نبقاو نزيدوا حتى نتحصلوا على العجينه اللي رانا حابينها هكذا. دائما نقول لكم الفارينه ماهيش مقياس، ما نقدرش نعطيك العبر سوا نوري لك فقط القوام اللي لازم نتحصلوا عليه هكذا. نبداو نزيدوا في الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه تتلاصق نوعا ما في اليدين، ماشي تلصق ما طيرش، غير هكذا شويه. دوك نواسيها، ماشي ندلكوهاش برك راني نلايم فيها هكذا حتى نتحصلوا على سطح املس. غير لايم فيها، شوفوا غير بيديا ومازال تتلاصق. كل ما كانت العجينه خفيفه ما تيبسيهاش راح تعطيك نتيجه هايله، راح تجي خفيفه وهشيشه هكذا. نغطوها ونخلوها تخمر. هنا راني ندير في الحشوه تاعها واش عندنا، فرماج او جبن طري، اي نوعيه جبن تحبيها. نزيدوا معاها سنينه ثوم وشويه معدنوس، رشه تاع ملح، ما تكثريش الملح، المعجون الفرماج راه مالح، ورشه صغيره تاع فلفل الكحل فقط ما يجوناش صامتين هكذا. نخلطوهم مليح حتى يمتزجوا مليح مليح مع بعضهم بعض ويطرى هذاك الفرماج. نجيبوا العجينه تاعنا بعد ما خمرت، ها هي وين العجينه بعد ما خمرت، نحوها نحطوها على سطح العمل تاعنا، خفيفه هشيشه من اروع ما يكون. هاي هكذا نعاونوا بالفارينه باسكو تتلاصق في اليدين، ونقطعوها الى كرات صغيره، يعني يكون حجمها متوسط، ما نديرهمش كبار لخاطر الشكل تاع الورده موش راح يجي. تبعي معايا الشكل كيفاش نديروه. نجيبوا كره نحلوها بشكل دائري وتكون رقيقه شويه خاطر راهي تخمر هكذا. حاولوا نديروها بشكل دائري هذه الطريقه، حاولوا نديروها دائريه الشكل هكذا، وتكون حوالي 1 سنتيم من السمك تاعها، تكون رقيقه او اقل من ذلك يعني هكذا. ومن بعد نجيبو موس بهذه الطريقه ونديرو 4 نقطعوها على 4 بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هكذا. ونخلو في الوسط مكان نديرو فيه الحشوه تاعنا هكذا. نحاولوا نديرو، شوفوا اللي حبت تدير حاجه واحده اخرى تحشي بها المملحه تاعها
راهي حرة. ونبداو نغلقوا بهذه الطريقة، نبداو نجيبو بالورقة بالوحدة ونديروا لها هكذا، نزيدوا الجهة المقابلة ونغلقوها عليها. سمحوا لي على الحس، راهم الدراري برا يلعبوا في الدروج. نزيدوا الجهة اللي مخالفة، وثاني نجيبوا اللي مقابلتها، يعني نخدموا بالمتقابلين هكذا. يدي ما كنتش عارفه بلي راهي مغطيه، بصح راهي باينه هكذا. وحاولوا هذوك الاطراف نديروا بهم شكل الورده، رقوهم وفتحوهم باش يبان الشكل تاع الورده، ممكن طيب وتزيد تخمر ما يخسرش شكلها. هاي وينه. وحاولوا الاطراف غلقوهم مليح مليح، يعني سوديوهم مليح هكذا. نزيدوا حبة واد اخرين باش تفهموا الطريقه مليح، لكن ما كنتش عارفه بلي راني مغطيتها بيدي، الله غالب. نديروا كميه تاع الجبن. قلت لكم الحشوه تحبوا ديروا حاجه واحده اخرى ديروا، اللي حبت تدير فيونداشي ولا بولياشي ولا كيما حبيتوا، بصح بالفرomاج تجي بنينه وشكلها شباب واقتصاديه هكذا. نقطعوا على 4، نديروا الحشوه تاعنا في النص ونديروا الشكل. قلت لكم اكدوا على الحواف تاعها، حاولوا تفتحوهم هكذا باش يعطيك شكل الورده. بعد ما كملت الكميه الاولى، شوفوا جيبوا البيض، حاولوا تدهنوا الاطراف واكدوا على الاطراف تاع الورده، هذوك هما اللي حيعطوك الشكل الشباب هكذا كيما راني نديرها. شوف صح في الحواف اللي من الفوق دهنوه بصفر البيض اللي خليناه، انا زدت له شويه تاع خل ودرته هاي هكذا. زدت لها رشه تاع سانوتش هكذا. هاي وينه. وهذه بعد ما طابت المملحه تاعنا، شوفوا شكلها بزاف شباب، تحمر لك وجهك وزيد بزاف بنينه. فيما يخص الثوم، اللي ما يحبش الثوم تقدري تستغناي عليه. اما المعدنوس شغل اللي يعاونها باش يعطيك هذاك الشكل شباب، وزيد يزيدها في البنه. شوفوا هنا راني فتحتها لكم والله من الفورنو للسليله، يعني ما خليتهاش كامل ريحت، راهي سخونه تلفلف بصح يبان فيها الهشاشه. شوفوا مشعل هشيشه خفيفه، واش نحكي لكم جايه عجينه مقطنه. شوف ان شاء الله عجبتكم.